السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلصنا كحكنا وبسكوتنا ونبتدي شغلنا. ده اخر بقايا البنطلون. البنطلون ده اتهرى شغل يعني تعب بصراحة. خدت منه كل قطعة، عملت منها حاجة. هنبتدي دلوقتي نشتغل. معانا علبة حمام كريم، اي علبة عندك فاضية، اي اي حاجة تنفع تبقى تشيل الكمية اللي انت عايزة تحطيها فيها. هنغلفها بقطعة الجنس ديت، هنقفلها كويس ونقفل عليها كويس. بس انا مش هاخد المقاس بتاع الجيبين ده، انا هاخد جيب واحد. هقفلها كويس وخيطها وارجع اوريها لكم. المهم تبقى متقفلة عليها كويس، ما فيهاش مش واسعة علشان ما تتفكش منها تاني. لو اول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي فيها وهتعجبك، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعملي له لايك. شفتوا البنت العسولة اللي حدفت العلبة دلوقتي؟ اديني خيطتها وقفلتها كويس على قد العلبة بالظبط عشان تبقى ماسكة فيها كويس، وتنيتها من فوق وقفلت عليها عشان ما يبقاش فيها اي تنسيل. ودي قطعة جينز قديمة برضو بس خفيفة. هنعملها تلبيسة من جوه، نقفلها عليها وهتمسك فيها كويس، لان انا زي ما قلت لك عاملاها ضيقة عشان تبقى ماسكة فيها وما تخرجش منها. هي متعبة شوية بس هتتعمل. هعملها وارجع لكم. اديني اهو دخلتها كويس، والزيادة دي كلها هتدخل جوه وتقفلها من جوه ويبقى شكلها من جوه زي من بره، علشان ما يبقاش من جوه شكل البلاستيك مش لطيف. هنلزقها كويس بالشمع، والشمع هيمسك فيها وهيبقى كويس قوي. خدي بالك وانتي ماسكه الشمع علشان ما يلسعكيش، لان لسعته صعبه بصراحه. هلزقها كويس وبعدين اركب عليها القطعه التانية. شايفين هي ضيقه وصعبه ازاي؟ بس على مين يعني؟ لو عجبك الفيديو يا ريت اللايك اللايك اللايك، ولو في اي تعليقات اي اراء احب اشوفها وتشرفوني بيها في الكومنتات من تحت. هلزقها كويس بالشمع. وانا برضو على مبدئي بحب اعمل حاجتي في بيتي. طبعا احنا في وقت ما ينفعش حد ولا يروح ولا يجي ولا يشتري اللي هو عايزه، فانا كل حاجة انا بحتاجها بحاول اعملها في البيت. قدرت اعملها قدرت، ما قدرتش بضطر اشتري. لكن انا بحاول ان انا اجتهد، يعني ان انا اعمل حاجتي في البيت. لان بصراحة النزول فيه خطر يعني. ونلزقها كويس ونأمن عليها كويس من جوه، وهلزقها تاني. بصوا الشمع بهدلة. بالظبط انا قفلت عليها تاني اهو. اقفل عليها كويس والزقها كويس ونأمنها كويس علشان القماشة ما تخرجش من البلاستيك تاني. نبتدي نلبسها القطعة الخارجية. برضو هقول لكم هي صعبة وضيقة لان انا عاملاها ضيقة جدا علشان تبقى ماسكة فيها ومش سهل انها تتفك. بالاضافة ان الشمع اللي هيمسك فيها كويس صعبة صعبة، بس على مين يعني؟ بالظبط كده. وهلزقها فيها. اهم حاجة الارادة يا بنات، اهم حاجة الارادة. عندك ارادة هتعملي كل اللي انت عاوزاه. الزقيها بالشمع وقفلي عليها كويس وظبطيها كويس. مش لازم يبقى قماش جينز، ممكن اي نوع من القماش. اي بقايا قماش عندك اعملي بيه.
يا ريت اللي يعجبه الفيديو يشرفني باللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصله لاكتر عدد من المشاهدين. قفلتها كويس بالشمع وظبطتها. زي ما انتم شايفين هنبتدي بقى نقص الزيادات اللي تحت لانها تخينة، ومش هينفع طبعا اسيبها لانها هتكركع من تحت لو قفلتها، فلازم اقصها. هقصها كويس، وكده كده انا مش محتاجاها، هي قطعة زيادة. هنقصها ونلزق الجينز تاني في العلبة من تحت، وهيقفل كويس وهيبقى زي الفل. نبتدي نلزقها. احب جدا اسمع رأيكم في الفيديو في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ياريت تشيريه مع اصحابك علشان يستفيدوا بيه. زي ما انت شايفة خلاص انا لزقتها، ابتدي اغلفها من تحت واغلف الغطا. انا كده بقطع الجزء اللي هغلف بيه من تحت، وفي جزء تاني هقطعه هغلف بيه الغطا. دي بتاعت الغطا هغلفه كويس ونلزق عليه الشمع، نلزقه بالشمع في القماشة، هيمسك كويس ويبقى حلو. ممكن تعمليها بورق الفوم على فكرة، برضو هينفع وهتستفيدي بيه. اي بواقي قماش، اي بواقي، اي حاجات عندك في البيت استخدميها، مش لازم تنزلي الشارع تشتري جديد. حتى لو فكرتي تشتري مش هتبقى حاجة مكلفة. هبتدي ألزق زي ما انتوا شايفين. هنلزقها كويس من الجناب عشان تمسك فيها. من شوية كان في حديث الثلاثاء مع الأطفال الأعزاء. زي ما انتوا شايفين انا لزقت اهو الغطا ولزقته كويس، وهنغلفه لسه تاني. المهم الزينة دلوقتي الخارجية، انتوا دي قطعة دانتيل، اي شيء عندك ممكن تزيني بيه، دانتيل، ساتان، ستراس، كل ده موجود في محلات الكلف ومستلزمات الخياطة. كل ده ممكن يبقى موجود في بيتك. حاجات بواقي مش مشكلة، ممكن ده لون وده لون، واي قطعة لون برضو مش هتكلفك كتير وهتنفع. دلوقتي انا غلفت الغطا من فوق والعلبة من تحت، وهحط عليها جزء من الاستراس كده. برضو الاستراس مش غالي، عايزة اقولك الكلفة بجنيه المتر، والاستراس دوت المتر بتاعه ب7 جنيه، بس كبير جدا. يعني المتر عريض، مش مجرد طول، لا طول وعرض وحلو يعني، وبيريش كتير وبتستخدميه استخدامات كتير جدا. هبتدي اغلف العلبة من تحت بالاستراس. نوع من الزينة اللي تعجبك حطيها، اللون اللي يعجبك حطيه. كده انا خلصت الغطا من فوق والعلبة من تحت، وهبتدي اعمل وردة احطها من فوق. دي قطعة الدانتيل، امشي عليها بالابرة والفتلة بغرزة السراجة، راحة جاية كده وبس، ما تعقديهاش، خلي الفتلة مستقيمة ما فيهاش اي عقدة، عشان لما تشديها تشد معاكي. اهو شدتها وبقت سهلة جدا. هنكملها واوريها لكم اهو.
اشدها كويس. خلاص هي اتشدت بقت كويسة. هلفها تبقى شكل الدايرة وهتبقى حلوة وهتمسك نفسها. لفيها كده داير عليها، هتلاقيها عملت وردة شكلها حلو. وهقفلها من تحت واديها غرزتين كده، اقفل عليها وتبقى خلاص كده تمام. زي ما انتم شايفين اديتها غرزتين من تحت ومن فوق، خلاص بقت زي الفل ومسكت كويس. قصي الخيط الزياده والزقها من فوق بالشمع، واي قطعه لولي او خرز او اي حاجه حطيها عليها من فوق. اديتها حبه شمع حلوين من تحت علشان تبقى ماسكه كويس. وقطعه من الخرز حطيتها من فوق. ايه رأيك؟ شكلها كده بقى حلو. حابة تزيني حاجة تاني براحتك، عندك خرز، عندك اي استرسات ممكن تحطيها عليها براحتك. خلاص كده انا هحط فيها البكر والمقص من بره والإبر وكل حاجة زي ما قلت. ممكن تستخدميها استخدامات كتير. ممكن تحطيها على مكتب الأولاد، تستغني عن الغطا خالص وتستعمليها كمقلمة. ممكن تحطيها في المطبخ، تحطي فيها أي حاجات في ايديكي زي القلم، زي الورقة اللي بتكتبي فيها كل أي طلباتك، برضو ممكن تحطيها في المطبخ. ممكن عفوا ممكن تحطيها على التسريحة، تحطي فيها توجك، توج بنتك، ادوات ميك اب، كل حاجة ممكن تستخدميها فيها. الاستخدام ده يرجع لك. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب اتمنى انكم تشرفوني في القناة وتشيروا الفيديو لاكتر عدد من اصحابكم. واتمنى ان يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.